طب ايه بقى التحديث النموذج الاحاله المستند الى البيانات؟ هو بيعمل ايه؟ بيجي خلال ال 30 يوم دول يبتدي يشوف العميل بتاعك عمل ايه بالظبط في الاعلانات لغايه لما وصل للاكشن اللي عمله ونفذ الكونفرجن طبقا للبيانات. داس على انهي اعلان، انهي اكتر اعلان اثر فيه، انهي اكتر اعلان خد معاه وقت اكتر واداله معلومات، انهي اكتر كلمه كانت هي المؤثره بشكل اكبر، بغض النظر بقى كان الكليكايه دي الاولى الاخيره في النص مثلا. وليكن هو لو كنت مختار النقره الاخيره وداس في الاعلان على اخر نقره داس عليها كان مثلا كلمه شراء موبايل سامسونج، لو انت مختار النقره الاخيره ديت اخر مره داس عليها كان داخل من الكلمه دي، هيتم احتساب الكونفرجن ليها. طب لو مختار النقره الاولى وكان الكلمه مثلا موبايلات سامسونج، مش شراء موبايلات سامسونج، لا موبايلات سامسونج، هيدي الكونفرجن للكلمه دي. طيب لو انت مختار بقى الاستناد للبيانات وهو داس مره ومره، يعني مره يوم 15 ومره يوم 1، في الحاله ديت هيديها لكلمه شراء موبايل